بتفتح عينك كده بقلق وبتمسك الموبايل، وهناك بتشوف الكارثة، صور وفيديوهات لمراتك يا ساتر! اللي هي أصلا مسافرة تشتغل بره عشان تأمن لكم مستقبل أحسن. دي مش بداية فيلم، دي اللحظة اللي عالم كامل اتهدي فيها لرجل مصري من كفر الشيخ. قصة صعبة جدًا. النهاردة هنتكلم في تفاصيل قصة حقيقية حصلت بين 2016 و2020. قصة بدأت بمشكلة مادية بسيطة وانتهت بشبكة، يعني شبكة من الخداع والخيانة والجشع. وإحنا هنا مهمتنا مش بس نحكي اللي حصل، لأ إحنا عايزين نتتبع الخيط ده من أوله. إزاي أزمة مالية ممكن تكون بتحصل في بيوت كتير توصل للنهاية المأساوية دي؟ تمام، هنحلل الدوافع ونقاط التحول وإزاي سلسلة من القرارات اللي تبان صغيرة بنت الكارثة الكبيرة دي. دي قصة عن وهم الثراء السريع. خلينا نرجع للبداية خالص. في كفر الشيخ